فعلى طول تذكر سور الايه، سور الاعراف اللي على الصراط. فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وبعدين بص بقى للسجانين وقال لهم كلمه حلوه قوي. قال ماذا يصنع بي اعدائي؟ انتوا تعملوا معايا ايه؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري. انتوا عارفين احنا مشكلتنا ايه النهارده يا جماعه؟ مشكلتنا اللي بتزعلنا وبتحزننا وبتخلينا متنكدين وتعبانين في دنيتنا، ان احنا جنتنا مش جوه، جنتنا بره. كتير مننا جنته في العربيه بتاعته، في زوجته، في ولاده، في البيت بتاعه، في الفيلا، في حمام السباحه، في وظيفته، في شكله كده يعني. انما وظيفته مش او جنته مش جواه. جنه الامام ابن تيميه قصده بها ايه؟ جنته حبه لله، توكله على الله، القرآن اللي في صدره، السنة اللي في صدره، معرفته بالله، خشيته من الله، هي دي جنته. قال أنا جنتي وبستاني في صدري، جوه مش بره. انتوا اعملوا اللي تعملوه، انتوا ما تقدروش تتحكموا إلا في الظاهر. تعذبوا الجسد، تحبسوني، تحرموني من الأكل، إنما تقدروا تحرموني من محبة ربنا ما حدش يقدر. تقدروا تطلعوا القرآن ده من صدري ما حدش يقدر يقرب مني. تقدروا تشيلوا السنة اللي في صدري ما حدش يقدر. تقدروا تشيلوا من جوايا خشيتي من الله، ما حدش يقدر يعمل دي أبدا. هي دي المسألة، جنته وبستانه في صدري. قال أنا سرت في أي مكان هروحه فهي معي. وبعدين قال لهم انتوا هتعملوا معايا ايه؟ مثلا يعني هتعملوا 4 حاجات معاه، اللي انتوا عايزين تعملوا اعملوه، انا بيأسكم مني، انا انسان موصول بالله سبحانه وتعالى. انا قتلي شهاده، لو قتلتوني ابقى شهيد، واخراجي من بلدي لو هتنفوني سياحه، اخرج كده اتفرج اشاهد بديع خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، واخراجي من بلدي سياحه، وسجني لو هتسجنوني، وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه. أنا بكلم الأخ اللي بيقول إيه؟ أنا عايز أعيش حر ومحلها عيشة الحرية. شوف بقى الحرية فين والسجن فين. قال فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه سبحانه وتعالى. قعد الإمام ابن تيمية في السجن أرى القرآن حوالي 84 مرة، ومات عند تلك الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. في قصة تانية جميلة قبل القصة دي برضو للإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. كان مسجون في سجن دمشق، وبعدين الإمام ابن تيمية على فكرة ما اتجوزش لظروف، إنه قضى أغلب حياته في السجن، وسبحان الله وكان إمام علم شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. طب هناخد اتصال بس بعد ما نخلص موضوع الو بعد ما الامام يخلص السجن ده. فالامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان في سجن دمشق، فخرج من سجن دمشق لقى نفسه كل شويه داخل السجن خارج من السجن، خلاص بقى يعني ده بقى مشكله يعني. فقال اروح من البلد دي واروح بلد ثانيه خالص. دخل بلد ثانيه لا داعي للمسميات يعني، المهم دخل بلد ثانيه، فالناس عرفت مين ده؟ ده الامام ابن تيميه ما شاء الله شيخ الاسلام، الله اكبر، ده ضيف كريم، واكرام الضيف حبسه. فالمهم خدوه من هناك راحوا مدخلينه برضه السجن. فده اكرام الضيافه كان عندهم يعني. فالمهم دخل السجن، فاول ما دخل السجن فشاف منظر غريب جدا، لقى ناس قاعده بقى، اللي قاعدين بقى زي ما انتم عارفين اغلب المساجين الا من رحم الله، اللي بيلعب كوتشينه واللي بيلعب سيجا واللي بيلعب طاوله واللي مش عارف ايه. فاستغرب، ملاش حد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا. فالامام دخل فقال ماذا تصنعون؟ قالوا له بنتسلى عشان الوقت يعدي ونخلص، اللي مسجون سنه واللي سنتين واللي 10 سنين، فبنحاول نقضي الوقت ونحاول نسلي نفسنا عشان المده تخلص وايه ونخرج. فقال ولكنكم عباد لله، انتوا يعني نسيتوا ان انتوا عباد لله؟ طب هتسيبوا الصلاه؟ هتسيبوا ذكر ربنا؟ فبدا يكلمهم، والامام ما شاء الله كان عنده علم وحجه بقى ما شاء الله، بالاسلوب الجميل كده بدا يذكرهم بالله. فالحمد لله كلهم بفضل الله يعني استجابوا. خلال يومين يا شباب، خلال يومين يا اخوات، بفضل الله سبحانه وتعالى استقام السجن كله بفضل الله، وبدأوا يصلوا ال5 صلوات خلف الإمام ابن تيمية. بدأوا يصلوا وراه، وبدأ بعد كده يعملون ورا كل صلاة درس، مثلا بعد الفجر درس التلاوة، بعد الظهر مثلا درس تفسير، بعد العصر درس فقه، مثلا بعد كل ده صلاة درس، لحد ما كل اللي كانوا موجودين جوه كانوا نصوص وقطاعين طرق والكلام ده كله. سبحان الله في خلال أشهر معدودة بقوا من علماء الأمة. سبحان الله، لكم تتخيلوا هذا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت ان بعض الناس منهم كان خلاص انتهت فترة السجن بتاعته، فيجي السجان اين فلان ابن فلان؟ يقول له ايوه انا، يقول له افراج، يقول له مش خارج. يعني سبحان الله زي مش لاعب كده. المهم يعني سبحان الله يعني، طب يا ابني ده انت جه وقت الافراج، يقول له ده انا هنا في جنة، انت عايز نخرج بره؟ تعال شوف الجنة اللي احنا فيها. امام ابن تيمية
رحمه الله رحمه واسعه، وقاعد معه بيتعلم على دي. وسبحان الله، ويخرج من الحلقه دي اللي كانت في السجن ديت علماء او من اكبر واجل علماء الامه على يد الامام ابن تيميه. عشان تعرف بس ان انت مطالب ان انت تبقى داعيه في اي مكان، في اي وقت، في اي مكان. يعني احيانا الانسان ما يكونش عنده علم ومش عارف يدعو ازاي، والله العظيم باخلاقك ومعاملاتك وسلوكياتك وامانتك انت داعيه. اذكر لكم موقف حلو، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في مره شاب ملتزم ركب الاتوبيس، فركب الاتوبيس من اول الخط وهينزل بعد محطتين. فهو راكب الكمساري، طبعا انتوا عارفين بيقطع من اول الاتوبيس تذاكر لحد اخر الاتوبيس، وبعد ما يخلص كله يقوم قافل الباب القداماني وقاعد ورا على الكرسي بتاعه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه، قبل ما الكمساري يوصل له كانت المحطه بتاعت الشاب ده جت. فاول ما جت المحطه بتاعته، فراح ايه، راح مد الفلوس لواحده ست كبيره كده زي امهاتنا، قال لها يا حاجه بعد اذن حضرتك لما يجي الكمساري قولي له دي ثمن التذكره بتاعت الاخ اللي نزل. ست اتاثرت جدا ورفعت الفلوس كده، قالت لهم شايفين ادي المسلمين وبلاش ولا بلاش، ادي المسلمين ولا بلاش، شوف الاخلاق المسلمين. الشاب ما شاء الله ما حبش انه يركب وينزل من غير ما يدفع الاجره، دفع الفلوس ونزل و ادي المسلمين وادي، قعد يتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، والناس كلهم تاثروا من هذا الموقف بربع جنيه. بربع جنيه كان دعوه الى الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل الموضوع. من المفاهيم الخاطئه عند كتير من الشباب، احنا لسه بنتكلم في حته انا عايز اتجوز، عايز اتجوز ليه وازاي وامتى. من المفاهيم الخاطئه عند كتير من الشباب ان لازم احبها طبعا قبل ما اتجوزها. يعني ما ينفعش كده اتجوز واحده كده وخلاص اروح اشوفها وفي خلال يومين ثلاثه نعقد ونتجوز. لازم طبعا اعيش قصه حب ويا سلام لو الحب استمر مثلا 3 4 5 سنين. نصيحه اخوك اللي بيحبك في الله، ونصيحتي دي من خلال تجارب عشتها في حياتي الدعويه الطويله. سمعت مشاكل كتيره جدا جدا، وشفت احوال الناس، وشفت مشاكلهم كانت ايه سببها وعلاجها ايه. عشت مع مشاكل ناس كتيره بالالاف، الاف الاسر عشت مع مشاكلها. نصيحه اخوك، ما فيش ابدا قصه حب بتكون قبل الزواج وبتنتهي بزواج، ولو انتهت بزواج بكل اسف بيكون البركه اتنزعت من الزواج ده بعد قصه حب 5 سنين 10 سنين، بعد الجواز بشهرين 3 بيكونوا في المحكمه هما الاثنين قدام بعض. سبحان الله. فين الحب؟ فين قصه الحب الكبيره اللي كانت ما بينهم؟ وفين الكلمات العشق والغرام اللي كانت ما بينهم؟ كل ده اتنسى وتحول الحب والغرام ده كله لخبط ورقع وانتوا عارفين بقى اللي بيحصل في النهايه، بيتعبى في اكياس الله يرحمه. المهم يعني في ايه، سبحان الله، هي دي ولذلك انا هعمل لكم درس ان شاء الله قريب، واديته قبل كده في مسجد العزيز، درس مهم جدا اسمه الشباب وفتنه الحب. والله فتنه كبيره ان شاب قلبه يتعلق بفتاه وبيصعب عليا قوي، والله بيصعب عليا ان ابقى ماشي معدي كده والاقي شاب قاعد على الكورنيش وهيمان مع واحده، وعمال انتوا عارفين طبعا الاسطوانات المشروخه اللي بيقولها الشباب يعني دلوقتي، وعمال يقول لها وبحبك وانت واحلى من القمر وكده والكلام ده كله، والكلام بقى اللي هم حافظينه ده انتوا عارفين طبعا الكلام ده. المهم يعني ايه، وهي عماله تقول له برضه نفس الكلام، وسبحان الله ويبقى الاذان عمال بيأذن حي على الصلاه حي على الفلاح، وهي اغلى عنده من ربنا. دي مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره بجد، ان تلاقي شاب النداء الصلاه ربنا سبحانه وتعالى بيأمره انه يروح يصلي ويسجد بين ايديه وهو واقف بين ايدين فتاه عشان بيحبها ومتأثر بيها. مسألة كبيرة كبيرة جدا جدا لو الشاب يفكر فيها صح. والله سبحان الله، لسه اخويا وحبيبي محمد اللي كان معايا دلوقتي بيوصلني بيحكي لي قصة شاب زميله في الجامعة، والله انا اتأثرت بيها جدا. بيقول لي احنا كنا في الامتحانات بتاعة الكلية، فبيقول لي انا ما كنتش فاكر حاجة وهو مش فاكر حاجة، وعمالين نبص لبعض في اللجنة بتاعة الامتحان، انا اضحك وهو يضحك. انت عارف يعني ايه شر البريه ما يضحك، يعني زي ما بيقولوا يعني الاسئله صعبه وهم الاثنين مش فاهمينها، فيعملوا ايه؟ هيقعدوا يعيطوا قاعدين يضحكوا خلاص. فهم خارجين اخونا محمد فبيقول لزميله، بيقول له والله زميله ده كان ماشي مع بنت، بيقول له والله عارف فلانه دي؟ قال له والله ما هتنفعك، لما تنزل قبرك عمرها ما هتنفعك ابدا، لا هتنفعك دنيا ولا اخره. سبحان الله. الشاب ده في نفس اليوم رايح يوصل البنت، لكن هو قال له قبلها، قال له ان شاء الله يعني هحاول ان شاء الله اسيبها وخلاص ناوي يعني. فراح يوصلها، يعمل حادثه بالعربيه ويموت. بعد ساعتين اخونا بيتصل على الشاب اللي هو زميله ده اللي كان ماشي مع بنت، فبيتصل عشان يطمن عليه، قالوا ده لسه ميت حالا. راح له بيقول فوجئت بالمفاجاه، الشاب اللي كنت عمال انا وهو من ساعتين 3 بنضحك في اللجنه وعاملين بنهزر مع بعض، فجاه لقيته على خشبه الغسل لابس لبسه جامد كاملا
لسه طبعا ما خلعوش لبسه ومحطوط جنبه الحذاء بتاعه. بيقول سبحان الله الموقف ده أثر جدا جدا في الشباب في الجامعة عنده، لدرجة ان ما شاء الله بيقول يعني سبحان الله 3 منهم بفضل الله أو 5 منهم عفوا ختموا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوا طلاب علم، وقعدوا لمدة كبيرة جدا ما لا يقل عن 3-4 شهور ما فيش ولا شاب بيعرف واحدة، ما فيش ولا شاب عنده استعداد يعمل أي علاقة حب مع أي واحدة. ليه؟ اتأثر. طب ده رايح يوصلها وكان بيحبها في الحرام فعمل حادثة ومات على كده. طيب ما أنا كمان لو مشيت مع واحدة ممكن أموت برضه وأنا على كده. هي دي المسألة، الخواتيم. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. سبحان الله. طيب عشان تتجوز برضه، عشان بكلم حبيبي وأخويا اللي عايز يتجوز، خد بالك من حاجة، لازم تتجوز علشان ما ينفعش ان انت يعني زي ما قلنا تصاحب فلانة وفلانة وتعيش مع دي وتمشي مع دي، وفي النهاية ايه ورا ده كله؟ العمر مش هتعيشه غير مرة واحدة. الناس اهل الدنيا اللي هم بيتكلموا عن لذة الدنيا يقول لك سيبنا نتمتع، ده الانسان ما بيعيش غير مرة واحدة. اقول له انا موافقك، انا موافق، انا معاك والله. فعلا الانسان ما بيعيش غير مرة واحدة، يا اما تخش بيها الفردوس الاعلى يا اما تبقى خسران، يا اما تبقى كل حاجة ضاعت. لأن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والله العظيم ناس كتيرة مضحوك عليها، ناس كتيرة ضيعت أغلى حاجة عندها، العمر. العمر يا شباب، العمر يا جماعة، العمر أغلى حاجة. كل لحظة في حياتك هتتحسب عليك. والله العظيم الواحد قلبه بيتحرق لما يعدي يوم وما يعملش فيه أي خير. آخر اليوم الواحد بيقعد يحاسب نفسه، النهاردة عملت إيه؟ حضرت محاضرة، عملت حاجة في كتاب، حليت مشكلة بين مسلمين، ساعدت حد، قريت حاجة في كتاب الله، استغفرت ربنا. يعني مسألة مهمة جدا. فاوعى عمرك يعدي كده هدر. الشاب اللي بيقول أنا بتمتع وبعيش علشان أنا مش هعيش غير مرة واحدة، أقول له ماشي، لكن لو مت على المعصية آخرتك إيه؟ فإنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه ويبعث كل عبد على ما مات عليه، كما صح ذلك الحديث في صحيح مسلم. هي دي المسألة. فعشان أنت مش هتعيش غير مرة واحدة اوعى تضيع عمرك، اوعى. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. ايوه مع حضرتك. انت نمت من هنا ولا ايه؟ جزاك الله كل خير والله. الله يحفظك ويبارك في عمرك. قناة الناس كل خير والله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. بالنسبة لموضوع الحلقة يعني النهارده أيوة. هو عن الزواج يعني. انت هتتجوز ولا مش هتتجوز؟ هو ان شاء الله باذن الله ادعي لنا بس حضرتك. ما انا بدعي لك والله، بس لازم تتجوز ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا خاطب يعني. ان شاء الله. ربنا يخليك. انا بس بسأل على حاجة. انا يعني في الاول ساعة ما خطبت نعم. يعني كنت انسان يعني شاب عادي اعرف ديني وكويس وكل حاجة، بس طبعا عارف حضرتك طبعا المخطوبين ممكن يخرجوا مع بعض، ممكن يقعدوا مع بعض مثلا، احيانا ممكن ايه بيبقى في باب مثلا باب اوضه مفتوح او كده، بس بنبقى قاعدين لوحدنا ممكن اكلمها في التليفون. بس الحمد لله ربنا سهل لي خلال الشهر، يعني من شهر كده ربنا الحمد لله سهل لي والتزمت وبقيت يعني احاول اطلق ناحيتي واصلي في الجامع ده كل صلاه، وانزل كمان صلاه الفجر. يعني دي حاجه انا نصت لها واحمد ربنا على كده يعني. ما شاء الله. انا كنت عاوز استفسر بس من حضرتك على حاجه. اتفضل. علاقه الخطيب وخطيبته في الوقت ده بقى بالنسبه لي انا ولو انا كتبت بس لسه ما دخلتش، ايه برضو العلاقه بيني وبينها؟ حاضر. وجه ايه بالظبط؟ احنا طبعا لسه في حلقه هنعملها كامله بقى. انا عارف ان حضرتك بتتكلم في الموضوع ده، بس انا بس انا لا، ما انا هقول لك انت مقدم، انت ليك انت بقى. يا ريت والله، يا ريت اتمنى ذكرك يعني. ده عينيا. ربنا يخليك يا رب وجزاك الله كل خير والله. الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب معانا اتصال اخر ونرجع لسؤال لاخونا الفاضل. اتفضل يا اخي العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود. عليكم السلام مع حضرتك. ايوه جزاك الله خيرا عنا مسلمين جميعا. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب العالمين. لو سمحت دلوقتي انا كنت بسأل، انا كنت متجوزة ولغايه دلوقتي متجوزة الحمد لله يعني. وعندي ابني 4 شهور. ربنا يبارك لك فيه يا رب. حضرتك تعمل لنا حلقة عن تربية النشء المسلم. ده احنا جايين كل ده حضرتك، احنا نمسك الموضوع الاسرة المسلمة من الالف للياء. ان شاء الله. احنا معاكم لحد ما تربوا ولادكم ان شاء الله، ويبقوا ان شاء الله يبقوا علماء ان شاء الله. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. احنا ان شاء الله هناخدها سلسله كده. انا كنت ناوي الموضوع كله والله كان يبقى حلقه واحده، لكن ربنا قدر ان عنده سبحانه وتعالى ان احنا نستمر ان شاء الله في سلسله الاسره، لان الحقيقه مهمه جدا. انا شايف ان تربيه البيت المسلم ده اظن النهارده هيبقى مسؤوليه كبيره جدا ومهمه قوي قوي، ان احنا ازاي نرتقي بالاسره المسلمه، انها تكون اسره زي الاسر بتاعت الصحابه،
لما تسمعي مثلا ام سليم وابو طلحه الانصاري وانس بن مالك والاسر الجميله دي، لما نسمع عن ابو بكر وزوجته ومن عائشه والاسر الحلوه الجميله ديت، عايزين اسر بالمنظر ده. فربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. طيب معانا اتصال اخير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هكلم الشيخ محمود مصري. مع حضرتك ان شاء الله. طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود. اتفضلي وحضرتك. اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايزه حضرتك على حاجه. من فتره حضرتك، ايوه انا ابني في كليه سياحه وفنادق. حضرتك في كليه سياحه وفنادق؟ نعم. فحضرتك كنت عايزه بس اسال، هو دلوقتي هيتدرب في ابن حضرتك اللي في كليه سياحه؟ نعم. حضرتك دلوقتي هو هيتدرب ان شاء الله باذن الله في الاوتيل وكده. نعم. ابني ايوه. انا دلوقتي برضو قلقانه، يعني هل دلوقتي التدريب في الاوتيل او ان هو يشتغل في اوتيل نعم دوت يعني في حاجه حرام او كده؟ بالنسبه طبعا حضرتك ان عارف ان كل الشغل في الاوتيلات نعم طبعا في خمور وحاجات كده يعني طبعا هو من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طالما لو عرف ان المكان ده فيه خمور وحاجات زي كده، فالاصل انه يعني ربنا يكرمه ويبعد، لان طبعا يعني الاماكن التي تدار عليها الخمور يعني اماكن موبوءه عياذا بالله، وربنا يرزقه ان شاء الله بالحلال ان شاء الله. طب نرجع لسؤال اختنا الفاضله او اخونا الفاضل في الاول اللي سال عن مساله الخطوبه والعقد. في الخطوبه طبعا العلاقه بين الخاطب والمخطوبه ما نقدرش نقول في علاقه، لان هو الخطبه هي وعد بالزواج وليست زواجا، هي وعد بالزواج، بمعنى انه لو حب انه يكلمها يبقى مثلا على فترات متباعده ويكون الاسلوب كالاتي: السلام عليكم، يتصل بوالدها، فالسلام عليكم يا عم، ازي حضرتك وازي اخبارك، ويطمن عليهم، وبعد كده استاذن حضرتك اكلم الاخت في وجود حضرتك. يبقى الراجل قاعد جنب بنته بحيث ما يبقاش في بينها وبين خاطبها اي كلام عاطفي، ما يقعدش بقى يقول لها وبحبك عدد نجوم اللي مش عارف ايه ورمال فايه، ما يبقاش في كلام عاطفي. عشان وانا بقول كده لسبب، لان الجوازه اللي بتبدا بمعصيه والله 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 بتتنزع منها البركه. عشان كده احنا مش بنقول الكلام ده تزمت، والله احنا خايفين على بيوت المسلمين. بخشى على شاب انه يتجوز ويلاقي حياته كلها اتقلبت. ليه؟ بسبب المعاصي اللي بدأها. احنا عايزين نبدا حياتنا كلها بطاعه ربنا، وما يبقاش في حاجه ابدا تغضب ربنا سبحانه وتعالى. فيكلمها بالاسلوب ده. لو حب يزورهم من ان لاخر يكون على فترات متباعده، ويكون قاعد برضه في وجود محارمها، ويحاول طبعا يعني فتره الخطبه دي يحاول يعني يخليها يعني قصيره جدا على قد ما يقدر، بحيث ان هو لما يكون في العقد